إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضي. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. كريستيانو رونالدو. من هو كريستيانو رونالدو؟ أسرار وغرايب ستعرفها لأول مرة. ولد كريستيانو رونالدو في جزيرة ماديرا بالبرتغال عام 1985، ونشأ في أسرة بسيطة جدا. منذ طفولته كان شغوفا بكرة القدم ويتدرب في الشوارع لساعات طويلة بلا تعب. انضم لأول نادي صغير في منطقته، وكان يبكي عندما يخسر لأن طموحه كان أكبر من سنه. في سن 12 سافر وحده إلى لشبونة ليلتحق بنادي سبورتينغ لشبونة، وكانت تلك أصعب محطة في طفولته. واجه التنمر بسبب لهجته ومظهره، لكنه لم يستسلم وركز على التدريب وتحسين نفسه. خلال تدريبه في سبورتينغ اكتشف الأطباء مشكلة في قلبه، وكاد يعتزل كرة القدم للأبد. أجرى عملية دقيقة وعاد للملاعب بعد أيام قليلة فقط، وسط دهشة الجميع. إنجازات وكسر أرقام. ولماذا يعتبر من الأعظم؟ رونالدو فاز بجائزة بالون دور 5 مرات في 2008، 2013، 2014، 2016 و2017. في عام 2024 أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 900 هدف رسمي في مسيرته، إنجاز نادر جدا. هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، كما أنه من اللاعبين القلائل من شارك في 6 نسخ من بطولة أوروبيات الأمم وسجل في 5 منها. ألقابه على مستوى الأندية والمنتخب كثيرة: بطولات دوري أبطال أوروبا، بطولات دولية، مساهمة في رفع اسمه إلى مصاف الأساطير. من المعروف أن رونالدو يتمتع بانضباط شديد في حياة الرياضة، يتبع نظاماً صارماً في التدريب، التغذية، النوم والراحة، ما يحافظ على لياقته حتى مع تقدم العمر. كذلك يعرف بأنه لا يدخن ولا يشرب الكحول، اختيارات ترتبط بقناعاته الشخصية واحترامه لمهنة الرياضة. بحسب مصادر حديثة، أصبح رونالدو أول لاعب كرة قدم يدرج ضمن القائمة المليارديرات، ثروته تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار. مواقف مضحكة مع رونالدو: سقوطه أمام الجماهير، ثم ضحك في إحدى مباريات ريال مدريد. حاول رونالدو القيام بحركة مهارية أمام الجماهير، لكنه تعثر دون لمس الكرة وسقط على الأرض. بدل أن يغضب، بدأ يبتسم ويضحك مع الجمهور، مما جعل اللقطة تنتشر بشكل واسع جدا. ركلة حرة في وجه الخصم. رونالدو معروف بقوة تسديداته، وفي إحدى الركلات الحرة سدد الكرة بقوة، لكنها ارتطمت مباشرة بوجه لاعب الخصم الذي سقط فوراً. توقف رونالدو وركض باتجاهه معتذراً وهو يضحك بخجل، والمشهد أصبح ميم شهير. الاحتفال قبل الهدف. في مباراة لمانشستر يونايتد مر رونالدو بالحارس وتباطأ قليلاً، ثم بدأ يحتفل قبل أن يسدد الكرة، لكن مدافع الفريق الخصم لحق به وقطع الكرة من أمامه. الجمهور ضحك كثيراً، ورونالدو رفع يده بخجل وكأنه يقول: غلطة عمري. الكاميرا تفضح الغرور. في احتفال لأحد الجوائز وقف رونالدو أمام المرآة على السجادة الحمراء يصفصف شعره ويعدل بدلته في حركة طويلة. الكاميرا كانت تسجل مباشرة، والجمهور على الإنترنت حول اللقطة إلى سخرية لطيفة وكتبوا: حتى الكاميرا تنتظر إذن من كريستيانو. طفل يفسد المقابلة. في أحد اللقاءات التلفزيونية جاء طفل صغير من الجمهور وصرخ: رونالدو أنا أحبك. رونالدو توقف عن المقابلة، حمل الطفل وأكمل الحوار وهو على كتفه، لكن الطفل فجأة أمسك ميكروفون المذيع وصرخ: رونالدو أفضل من ميسي. رونالدو ارتبك وضحك وقال للمذيع: لم أطلب منه قول هذا، احذفوها. ينسى الكلمة العربية بعد انتقاله إلى النصر السعودي. حاول رونالدو في لقاء صحفي أن يقول كلمة عربية أمام الجماهير، أراد أن يقول السلام عليكم، لكن ما خرج منه كان سلايم عليكم. الجمهور صفق وضحك، ورونالدو قال: حسناً، سأحتاج تدريباً أكثر.
معجبات يقتحمن الملعب في مباراة لفريقه. اقتحمت مجموعة من المعجبات الملعب من أجل احتضانه والتقاط صورة. رونالدو وقف مصدوم لا يتحرك بينما رجال الأمن يحاولون الإمساك بالمشجعات. بعد ذلك قال لزملائه ممازحاً: أعتقد أني سجلت هدفاً حتى قبل بداية المباراة. طيارة شعر. خلال تدريب في ريال مدريد هبت رياح قوية أطاحت بقصة شعره المثبتة جيداً بالجل. اللاعبون انفجروا ضاحكين وهو قال لهم: لا مشكلة، خصومات على التصوير اليوم. رونالدو والتحكم الصوتي في إعلان لفريق يوفنتوس. كان على رونالدو أن يقول هيا ليفتح باب السيارة بتقنية التحكم الصوتي، لكن البرنامج لم يستجب وكل مرة يحاول يكرر هيا 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 حتى قال هيا يا أخي افتح، لينفجر فريق التصوير بالضحك. وفي النهاية بنشكر حضراتكم على المشاهدة وانتظرونا مع نجم جديد وحكاية من حكايات الكورة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.